السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ النهارده الفيديو هيكون مختلف، هيكون من بره المطبخ مش من المطبخ. انا جبت شويه مشتريات وحبيت ان انا اشارككم واقول لكم اسعارها واشوف رايكم ايه. اول حاجه انا جبت المساكه دي. دي كانت ب 18 جنيه. وجبت معلقه، معلقه سيليكون او مغرفه سيليكون. دي ب 18 برضو، وانا عندي واحده زيها بالظبط بس من هنا اخضر، فلما لقيت اللون الازرق شكلها عجبني. وبرده السكينة دي ب7 جنيه برضو، كان عندي زيها. عجبتني. لقيت ان البلاستيك، جربتها قبل كده، لقيت ان البلاستيك من هنا بيكون افضل من ان تكون ايدها خشب علشان بتتبهدل من المية. آه وجبت الاسباتيولا والفرشة دول الاتنين مع بعض. الاتنين دول ب14 جنيه. على فكرة اللي يستعمل الاسباتيولا دي هيلاقيها خطيرة، مش هيقدر يستغنى عنها في المطبخ ابدا. انا ما قلتلكوش السكينة دي ب7 جنيه. وجبت المقصوصة دي ب22. هو كان في انواع تانية ارخص بس عشان دي ايدها خشب، فانا التانية كانت ايدها بلاستيك، فانا فضلت الخشب عشان لو سبتها على الحلة الايد ما تسيحش. ودي قطعة البيتزا ب24 جنيه برضو، دي اغلى عشان ايدها خشب. وجبت مبشرة الثوم. دي بتنفع لما احب ابشر فص ثوم لسلطه الطحينه او بابا غنوج، بدل ما احط في الكبه. طبعا مش هينفع ان انا ابشر فص ثوم في الكبه. حلوه جميله، جربتها برضو قبل كده، حلوه مريحه. وجبت طقم كوبايات، دول استعمال في المطبخ عادي. دول ب44 جنيه. وجبت كوبايتين من دول اهم، دول ب15 جنيه الواحده. وجبت مشابك، بس المشابك دي مش للمطبخ، المشابك دي مش للتنشير، هي المشابك دي للمطبخ. انا بحب استعملهم في المطبخ. لو فتحت كيس مكرونه او اي كيس فتحته، كيس اللبن نيدو او كيس نسكويك، باخد مشبك من دول واروح افلاهم بيها. حاجه تانية اللي جبتها، جبت دول كفر للغساله، غساله الاوتوماتيك، مش عارفه باين ولا لا اهو. دول ب54 جنيه الواحد. جبت اتنين دي لغسالة الهدوم الملابس، ودي لغسالة الطباق عشان بحب اغطي غسالة الطباق برضو بكيس. ولها كفر شكله شيك باستك من هنا. يعني انا بصراحة بفكر ان انا مرموهوش استعمله لان شكله حلو. وليه بايد علاقة، ففكرت ان انا ممكن احط فيه فوط المطبخ واعلقه معايا في المطبخ، الفوط اللي بستعملها في المطبخ. ده انا قلت لكم صح ب54 الواحد. دي كانت كل مشترياتي، يا رب تكون عجبتكم. وانتظروني ان شاء الله في الفيديو الجاي، واللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك للقناه عشان يوصلوا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.